ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد والنهارده هنتكلم عن افضل افلام سنه 2023. الفيديو اتاخر شويتين ولكن انا كنت عايز اشوف اكبر كميه من الافلام اللي ممكن اتفرج عليها، بدليل ان في افلام شفتها فعلا الاسبوع اللي فات ودخلت معايا القايمه عادي. فانا اسف لك جدا على التاخير، وقبل ما نبدا ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله دي عشان ده فعلا بيساعد. وبس من غير كلام كتير يلا بينا نتكلم في الافلام. هنبدا بس الاول مع القايمه الشرفيه وبعد كده نخش في التقيل منه. ميشن امبوسيبل حقيقي واحد من اكتر افلام الاكشن اللي استمتعت بيها، اكشن متميز العادي بتاع توم كروز ولكنه مش افضل افلام السلسله. ذا هولد اوفر احد مفاجآت السنه بلا منازع، فيلم فعلا يستحق وقتك. جارديانز اوف ذا جالاكسي افضل فيلم المارفل من كتير. سوبر ماريو صعب انك تلاقي فيلم معمول على اللعبه ومعمول بشكل جيد، ولو انت لعبت ماريو هتحب الفيلم جدا. بلاك بيري اظن واضح من اسمه ان الفيلم بيحكي قصه صعود وهبوط شركه بلاك بيري، قصه ممتعه وفيلم متماسك. ماي ديسمبر فيلم قصته مش مريحه تماما، اداءات تمثيليه عظيمه وحبكه متميزه. ونبدا مع رقم 10 في قائمتنا وهو فيلم فيراري. فيراري بيحكي ببساطة عن إنزو فيراري صانع هذا البراند العظيم، والصراع ما بين إن هم شركة عربيات بتعمل عربيات غالية جدا حاجات كده فانسي، وبين إنهم بيعملوا عربيات مخصصة للسباقات. فيراري من إخراج مايكل مان وبطولة آدم درايفر. أنا من الناس اللي بتحب مايكل مان جدا، عشان أكون صريح كنت متوقع إن الفيلم يكون أجمد من كده، ولكن لما رجعت نفسي وشفت الفيلم مرة تانية لقيت إن هو فعلا فيلم كويس. يمكن أنا طموحي كان عالي شويتين نظرا لأن المخرج مايكل مان، ولكن لو جينا بصينا بعين هادية شوية هنلاقي إن الفيلم فعلا كويس. عجبني جدا تجسيد آدم درايفر للدور، وشفنا الصراع بشكل مختلف تماما وتناول فكره سباق العربيات من نظره مختلفه تماما، وده اللي عجبني جدا. حقيقي فيلم فيراري واحد من افضل افلام السنه وادم درايفر على وضعه. ورقم 9 احد احدث اعمال ديفيد فينشر، ذا كيلر. ذا كيلر ببساطه واضح من اسمه انه بيحكي عن سفاح بس كده. ذا كيلر ينطبق عليه اللي قلناه على فيلم فيراري، ان انا كنت متوقع حاجه اكبر بكتير، خصوصا ان انا عارف ان ديفيد فينشر بيقدم حاجات يعني خرافيه، شفنا منه كتير حاجات زي كده. على ما اظن ان ديفيد فينشر هو المخرج الانسب لو انت عايز تخرج اي فيلم عن سفاح. الفيلم ديفيد فينشري جدا، بصمات ديفيد فينشر واضحه جدا على الفيلم، ودي كانت بالنسبه لي اهم المميزات واللي خليته يدخل معانا في القائمه هنا. قصه جيده، مايكل فاسبندر عجبني جدا في الدور، كان بيمثل كده بهدوء واتزان، عجبني قوي بصراحه. اجمالا فيلم ذا كيلر كان تجربه ممتعه جدا بالنسبه لي، ولكنه كان فيه شويه احباط سيكه كده. لو الفيلم ده كان طلع زي ما كان في دماغي قبل ما اتفرج على الفيلم كان هيبقى في مراتب اعلى بكتير. ورقم 8 معانا وهو فيلم اير. فيلم اير بيحكي ببساطه عن صنع حذاء مايكل جوردن التاريخي وازاي تحول لبراند عالمي. فيلم اير بيرجع لك شويه ذكريات كده بتعاون مات دايمون مع بين افليك. الفيلم كان ممتع جدا، انا فان لمايكل جوردن وفان لفكره الاير جوردن عامه. استمتعت جدا بصراحه بوقتي في الفيلم وانا عمال بكتشف حاجات في حاجات. الفيلم كان فيه انفستيجيشن كويس عن فكره الحذاء اتصنع ازاي، كان فيه بصراحه شويه عيوب ولكن اجمالا التجربه كانت ممتعه جدا. I had so much fun وده المهم بالنسبه لي. رقم 7 وهو فيلم ذا ايرون كلو. فيلم بيحكي عن المصارعه الحره وازاي ان في اسره فعلا معتمده على انهم كلهم مصارعين، بنخوض معاهم بعض التحديات وبنشوف هيوصلوا لايه. الفيلم ده هيعجبك جدا لو انت بتحب الافلام اللي ليها علاقه بالمصارعه او انت فان للمصارعه الحره عامه. انا راجل متربى على قناه الحلبه فاهم، فعجبني الفيلم جدا. حبيت تقمص الشخصيات، حسيت ان فعلا اللي قدامي دول مصارعين فعلا. الممثلين اشتغلوا على نفسهم جامد جدا جسديا وعلى مستوى الاداء التمثيلي، قدروا يجسدوا الصعوبات اللي بيمر بيها اي مصارع. احنا عرفنا ان هي تمثيل ولكنها مش سهله. عجبني جدا الاخراج في الفيلم ده بالذات، حسيت ان انا بتفرج على ملحمه على الضيق كده. حقيقي فيلم ذا ايرون كلو من الافلام اللي فاجئتني جدا ويستاهل بجداره مركزه في القائمه. رقم 6 وهو فيلم اناتومي اوف ا فول. فيلم بيحكي ببساطه عن اتنين متجوزين وعندهم طفل، ومره واحده الطفل بيكتشف جثه ابوه، فيا ترى مين اللي قتله وقتله ليه. الفيلم ده لسه متفرج عليه من اسبوعين والحقيقه انبهرت. حقيقي جوده الافلام الاجنبيه او الافلام اللي بره عن هوليوود الفتره الاخيره مش طبيعيه. يمكن اللي بدا النقله ديت كان فيلم باراسايت مثلا لما خد الاوسكارز، ده اداهم دفعه اكبر ان هم يزودوا في الانتاجيه. وحقيقي الفيلم ده فعلا متماسك. عجبني جدا روايه القصه، فكره اللغز بيتحل ازاي. الفيلم ما فيهوش اي لحظه ملل، انت قاعد دايما متشوق وعايز تعرف مين اللي عمل كده. تسلسل الجريمه فعلا متزن ومتماسك، والفيلم عمل اهم حاجه في اي فيلم فيه لغز او جريمه او كده ان هو تبقى نهايته مقنعه. حقيقي فيلم اناتومي اوف ا فول ترشيح مهم جدا ولازم تتفرج عليه. الفيلم الخامس معانا وهو فيلم توك تو مي. الفيلم بيحكي عن ايد غريبه مجرد ما بتصافحها بتنقلك لعالم الارواح. دي المفاجاه الاكبر بالنسبه لي السنه دي. فيلم اللي عاملينه 2 يوتيوبرز اصلا، انت متخيل؟ انا ما بحبش افلام الرعب، وان فيلم رعب يعجبني ده معناه انه فعلا مقدم حاجه مختلفه. توك تو مي بالنسبه لي كان مبهر. عارف انت شعور الافلام الاندي اللي هي الافلام المستقله اللي بتبقى بتقدمها بجوده حلوه جدا؟ انا بحب التايب ده من الافلام، والحقيقه الرعب
متقن ومختلف وفي فكر بيتقدم، مش مجرد جامب سكيرز وخلاص. عجبني جدا الفلسفه ورساله الفيلم، وبرضه الاداءات التمثيليه من الشخصيات الرئيسيه اللي انا اول مره اشوفهم بيمثلوا في حياتي. حقيقي توك تو مي تجربه من امتع ما يمكن، وحلاوتها في مفاجاتها. ونروح لرقم 4 معانا في القايمه، وهو فيلم عمنا مارتن سكورسيزي، كيلرز اوف ذا فلاور مون. الفيلم بيحكي عن قبيله من الامريكان الاصليين، وساعتها كانوا من اغنى اغنياء العالم بسبب اكتشاف النفط في المنطقه اللي هم عايشين فيها. فبنخوض معاهم صراع ملحمي درامي الى ابعد درجه، وبنشوف هتخلص قصتهم على ايه. حقيقي الفيلم ده انا كنت متوقع له اكبر بكتير من اللي هو فيه. حقيقي الفيلم ده بيديلك كده نبذه عن مارتن سكورسيزي. الراجل عنده 80 سنه يا جدعان، لسه بيعمل افلام متماسكه وفعلا قادره تنافس روبرت دينيرو، ليوناردو دي كابريو. حقيقي كيلرز اوف ذا فلاور مون من الحاجات البريميوم. عارف انت لما بتحس ان انت بتتفرج على حاجه غاليه كده، حاجه متكلفه على مستوى الكتابه، على مستوى الاخراج، على مستوى الاداءات التمثيليه. كيلرز اوف ذا فلاور مون فيلم تقيل. والمرتبه الثالثه معانا واحد فرانشايزز الاكشن الشهيره، جون ويك الجزء الرابع. جون ويك الجزء الرابع بيحكي عن جون ويك، مش هقول اكتر من كده. طالما اسم جون ويك اتذكر يعني معناه ان في اكشن وتكسير وتدمير وقتل وكميه رصاص ودم مش طبيعيه، جرعه ادرينالين بص اوفر دوز. حقيقي فيلم جون ويك من اكتر الحاجات اللي استمتعت بيها السنه دي، وانا قاعد بتفرج انا مستمتع. الادرينالين كله عمال يضخ في جسمي بطريقه مش طبيعيه. ازاي قدرت تحافظ اصلا على مستواك بعد 3 افلام وتعمل الفيلم الرابع ويعلي عليهم كلهم؟ بالنسبه لي بصراحه كانيو ريفز بيثبت ان هو من اكتر الناس المؤثره في تاريخ الاكشن، بدا ماتريكس وجون ويك وحاجات تانية كتير. حقيقي جون ويك كده جرعه متكامله من الاكشن بيرفكت، مفيش احسن من كده. وفي المرتبه الثانيه معانا هو فيلم سوبر هيرو، وهو فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. الفيلم ده يا جدعان مش طبيعي. انا لما شفت الفيلم الاولاني كان بالنسبه لي احسن فيلم سوبر هيروز انا اتفرجت عليه. انا حبيت فكره الستاند الون، انت بتحكي قصه مايلز موراليس من الاول، والحقيقه قصه مايلز موراليس مور انترستنج بالنسبه لي من باقي القصص. الفيلم ده بيديك درس في ازاي تعمل مالتي فيرس، ويتعمل بشكل متقن جيد ما فيهوش هولز كتيره، بيجاوب على كل الاسئله. انيميشن مبدع بشكل مش طبيعي، دي احسن حاجه انيميشن انا اشوفها على مستوى الرسومات والتحريك وكل الكلام ده. مزيكا طبعا مش هتكلم، يعني انا بعد اي فيلم سبايدر مان من له علاقه بالانيميشن انا باخد كل البلاي ليست وبسمعها مع نفسي، حاجه مش طبيعيه. مستوى الاتقان من ناحيه الكتابه والاداءات الصوتيه، لا بصراحه فيلم سبايدر مان تجربه متكامله، حقيقه تجربه مختلفه تماما، مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تشوفها. ترشيح مباشر مني، لو لسه ما شفتش الفيلم لازم تروح تتفرج عليه. وناتي للمركز الاول، وطبعا كلنا عارفين ان المركز الاول محجوز لاوبنهايمر. اوبنهايمر بيحكي ببساطه عن صانع القنبله النوويه اوبنهايمر، وقصه صناعته لهذه القنبله والحيثيات وكل الحاجات اللي حصلت معاه بعدها. اوبنهايمر هو افضل فيلم في السنه. اوبنهايمر فيه افضل اداء تمثيلي في السنه بالنسبه كميل اكتر لكيليان ميرفي طبعا، افضل اخراج في السنه لكريستوفر نولان طبعا، افضل دور مساعد في السنه بالنسبه لروبرت داوني جونيور طبعا. اوبنهايمر انا على ما اظن الكلام خلص على اوبنهايمر وما عنديش حاجه اضيفها، يعني كل شيء كان بالنسبه لي متميز في اوبنهايمر، من اول الاداءات التمثيليه زي ما قلنا، الاخراج المبدع اللي قدر يصور فعلا القصه ماشيه ازاي. انا قدرت اعيش مع اوبنهايمر في الفتره دي، وبرده ده يرجع جزء منه كبير للكتابه ومستوى الاتقان في الكتابه، تصميم الشخصيات بشكل متميز. انا قبل ما اتفرج على فيلم اوبنهايمر دخلت اتفرجت على دوكيومنتريز وشفت لقاءات حقيقيه لاوبنهايمر الحقيقي، والحقيقه ما حسيتش ان في فرق بينه وبين كيليان ميرفي. اتقان مش طبيعي للدور، كفايه مشهد تفجير القنبله، مشاهد المحاكمه، اداءات تمثيليه جباره. اوبنهايمر افضل فيلم في السنه هاندز داون بالنسبه لي يعني، ودي افضل حاجه انا شفتها السنه دي. وبس لحد هنا نكون خلصنا قائمتنا عن افضل افلام في سنه 2023. سيب لي تحت في الكومنتس، اوعى تنسى قائمتك الشخصيه عشان انا بهتم بصراحه اقرا الحاجات دي، وفي الاول في الاخر دي اراء شخصيه، ممكن تختلف ممكن تتفق، وبس ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله دي عشان ده فعلا بيساعد. واشوفكم في فيديو جديد، سلام.